السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخبار رجالة عاملين إيه؟ وحشتوني جدا. أول حاجة يا صاحبي صلي على النبي عشان أنت تاخد ثواب وناخد ثواب. عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. شوية كلام النهاردة وشوية مواضيع شائكة شائكة. أول حاجة نبدأ بالنادي الأهلي. كولر باشا الأجنبي بتاعنا بيستبعد 12 لاعب من مواجهة المصري الأخيرة، وما استوعبش الدرس اللي حصل والبهدلة اللي حصل لنا من بعد ماتش بيراميدز والفوز اللي خلانا بص خنقنا كلنا. الراجل بيستبعد الشناوي وكهربا وتاو وهاني ومعلول وشريف واحمد عبد القادر وقفشه وياسر ومروان. مين هيلعب بقى؟ مين هيلعب يا عم؟ يا عم احنا غلبوا مصر خمسه. انت يا عم بتعمل فينا كده ليه يا عم؟ يا عم سيد عبد الحفيظ انت وسامي قمصان، يا عم انتوا مصريين وفاهمين احنا مهما كنا واخدين الدوري ما ينفعش الفرقه دي تفوز علينا حتى لو ماتش ملوش 60 لازمه. حد يفهم عم زولر ده رغم ان هو كده مع الحوار اعتقد خلصان. هو قرر خلاص والحوار ماشي. ربك يستر اقسم بالله من الفضيحه اللي هم هيلعبوا كل غل واحنا بنلعب ب... مش بنلعب اصلا مفيش حد. على الجانب الاخر عمك الاهلي بقى، اداره الاهلي اللي انا مش فاهم موقفها المتخلف، بيروحوا يضاعفوا العقوبه على حسين الشحات وبيبقى نص مليون جنيه غرامه رغم ان الراجل اعتذر، رغم ان اصلا الحكم المباراه تقرير حكم المباراه ان الشيبي غلط واستفز حسين الشحات. ده تقرير حكم المباراه، المفروض الكلام ده يؤخذ في الحسبان يعني مش اي كلام. طيب الشيبي ده عيل محترم؟ يعني مثلا حسين الشحات جه على واد محترم. الحركه اللي عملها في ماتش السوبر اللي فات والحركه اللي بيعملها في الماتش دوت بيعمل كده الجماهير الاهلي. ده عيل محترم. تعال نشوف تاريخه. يعني لما كان في المغرب كل المدربين بتوعه بيرفضوا عودته. جيش الملكي ومش عارف، يعني عيل اساسا زفت، يعني عيل اساسا ما عندوش، مش عيل محترم. مثلا واحنا جينا عليه بص وليد الكارتي عيل محترم، فاهم انت؟ بص معلول، بص النماذج المحترفه المحترمه اللي بتيجي من المغرب العربي. بس الشيبي ده هو كده ايه، دخل تحت مفرمه جماهير الاهلي وهو اللي جابه لنفسه. قابل بقى واستحمل يا عم الشيبي. يا عم طب على الجانب الاخر انت يا عم اتحاد الكوره اللي بتطلع عقوبات تاني يوم، انت فين عقوبه الناس دي كلها؟ فين عقوبه شيكابالا؟ فين عقوبه الولا بتاع الاسماعيلي ده اللي ضرب محمد هاني؟ فين عقوبه عمر جابر؟ فين عقوبة؟ فين كل الناس دي ناسينهم؟ على طول حسين الشحات دلوقتي بقى خلاص بقى كخه ولا عشان حرقكم؟ هنكلمه يا عم ما يجيبش جوان في الزمالك تاني يا عم ولا في بيراميدز عشان بيتضايقوا. عمك بقى احمد ياسر المثير للجدل لاعب البنك الاهلي. احمد ياسر ده قبل كده قال لك انا زي بن شرقي زي بن ساسي، جاب كام جون وبالارقام وحسين ومش عارف ايه. طالع بقى المره دي بافتكاسيه جديده قال لك بيراميدز زي البنك الاهلي، نفس الموقف اللي احنا فيه نفس الموقف اللي هم فيه، بس الفرق بيننا وبينهم ان هم صرفوا فلوس اكتر واحنا ما صرفناش زيهم. قال له ده هم مركز تاني. قال له ايه المركز تاني؟ فين الانجاز في كده يعني؟ حي فاهم؟ رضا عبد العال جديد طالع لنا في المقدر. ومحمد حسن لاعب الاسماعيلي اخي يعني راجل بيقول لك انا اتظلمت في الزمالك والزمالك ما فيهوش اي نظام والاهلي خارج المنافسه. او راجل في الاسماعيلي هو بيقول لك الاهلي لعب اهلي وزمالك واسماعيلي، قال لك الاهلي خارج المنافسه، مفيش حد في مصر يعرف ينافس النادي الاهلي. على الجانب الاخر النادي الاهلي بيهدد اتحاد الكوره ان هو مش هيلعب السوبر الجاي اللي هم عايزين يعملوه بين اربع فرق. السيستم بتاع النخبه دوت اللي عايزين يعملوه بطل الدوري بطل الكاس بطل كاس الرابطه والفريق الرابع بيتحددوا الشركه الراعيه. الاهلي بيقول لهم لو خليت الزمالك الفريق الرابع انا مش هلعب، لان الزمالك المفروض معاقب كاسين سوبر ما يلعبهمش، وحقه صراحه، والمفروض ما يحصلش الكلام دوت. والاتحاد الافريقي كاف بيعلن توزيع جوائز في شهر 9 الجاي. الافضل دخل القاره والافضل عامه خارج القاره اللي هو ايه داخل القاره. طبعا مرشحين 5 من النادي الاهلي. قول لي بقى انت في الكومنتات مين فيهم يستحق الافضل داخل القاره؟ تاو والشحات والشناوي وعبد المنعم وكهربا وعلي معلول. انا بالنسبه لي انا شخصيا علي معلول. مش عارف بقى انت قول لي رايك، لو انت شايف ان اي حد ثاني يستحقها من الاهلي يبقى احسن لاعب داخل القاره السنه اللي فاتت. طبعا احسن لاعب في القاره طبعا بالنسبه لي محمد صلاح، ما حدش يحكي فيها. مين في افريقيا كان مميز اكتر من محمد صلاح؟ ما اعتقدش، مفيش حد. ماني السنه اللي فاتت كان وحش قوي. في حاجه بقى في طاقم التدريبي بتاع بيراميدز، انا حاسس ان فيهم واحد اسرائيلي. في واحد فيهم الكاميرا جابته في وشم على ايده، وشم بالعبري. عايزين اي حد بقى من المسؤولين بتوع الاسيوطي يطلع يفهمنا الواد ده اسرائيلي ولا ايه الدنيا، حقنا نفهم. وفي النهايه يا صاحبي لو انت وصلت لغايه هنا ما تنساش تشترك في القناه عشان تتابع كل جديد. اللول تيوب. سلام.